في العادي اللي بنسمعه ان لما واحد بيسيب واحدة بتعمله بلوك من الفيس، من الواتس، من الانستا، بلوك 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 بلوك. انما انها تموته وتقطع لحمه جزل وتاكلها للعمال الباكستانيين في الشارع ده اللي مش عادي. اول مرة نسمع عنها ديت. بنت مغربية، وطبعا لما بنسمع مغربية بيجي في بالك البنت الجميلة الرقيقة. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. وبصراحة انا متفق معاك في موضوع الجمال ده، انما موضوع الرقة محتاجين ما نتسرعش. في 2018 كان في شاب مغربي عايش مع بنت مغربية اكبر منه ب10 سنين في منطقة العين في الامارات، وكانوا عايشين مع بعض من غير جواز. لوحديهم؟ لا، الشيطان ثالثهما. وبعد ارتباط 7 سنين جه في يوم وقال لها مش عايز اظلمك معايا يا بنت الناس، وكل واحد يروح لحاله، وانه هيتجوز بنت خالته. ايوه كده، اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنة ما هو خلاص، ما انت كلت وشربت وحضنت وبوست وكله. الشاب المسكين ده كان ليه اخ عايش برضه في الامارات بس في منطقة عجمان، وكان دايما متعود يتصل باخوه، وفي يوم لقاه مش بيرد، وفضل الحال ده ايام واسابيع لحد ما موبايله بقى مغلق. فالاخ راح لعشيقة اخوه المغربية وسألها عليه. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. وطبعا كان ردها انها ما تعرفش عنه حاجة. فتشني يا باشا فتشني، تفضل ايدي كلبشني، يلا انا عايزك تدشني، وريني هتعمل ايه. وانها اخر مرة طردته من البيت بعد ما قال لها انه هيتجوز. يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح. وبعد 3 شهور من الاختفاء الاخ بلغ الشرطة وقال لهم انه شاكك في عشيقته انها ليها علاقة باختفائه. فالشرطة حققت مع البنت المغربية وفتشت شقتها، وهنا كانت الصدمة. الشرطة لقت نص ضرس إنسان في الخلاط بتاع الشقة اللي بيقطع ويفرم اللحمة. تضحك عليه؟ لا بس اكيد حضرتك بتقول دعابة، طبعا دي دعابة. فبعد ما الطب الشرعي حلل الضرس اكتشف انه ضرس عشيقها. شرطة الإمارات اعتقلت البنت، وبعد التحقيقات اعترفت ان بعد ما اتخانقوا قتلته وقطعته وسلقت اللحم في مية مغلية. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. وبعديها عملت أحلى وجبات كبسة ووزعتها على عمال باكستانيين في الشارع. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. وبعد 3 أيام من تقطيع وفرم اللحم. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. نظفت المكان ورمت الزيادات في الزبالة ومسحت آثار الجريمة. حرمة سعراني. ولكن من سوء حظها ما خدتش بالها بنص الضرس اللي كان مستخبي تحت شفرات الخلاط اللي الشرطة اكتشفته بعد تفتيش كل الشقة. يعني ما فيش حاجة؟ ما تفتشوا كويس. والمحكمة حكمت على البنت بالسجن المؤبد. السيدة المغربية وصفت الجريمة بأنها وقعت في لحظة جنون. فيا صديقي لازم تاخد بمقولة الشاعر الكبير حسن شاكوش: 2 مالهمش امان، الفرامل والنسوان. 2 مالهمش امان، الفرامل والنسوان.